اتشرف بالاسم. الدكتور احمد اسحاق، المجلس القومي لحقوق الانسان. مدى معاناتك كيف ترى معاملة المجتمع لذوي الإعاقة؟ والله المعاملة في المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة تتسم بالنظرة الرفق والإحسان، وهذا النظرة دي على أساس إن هو يعني بينظر لهم إن هم بطبع بعض، ده طبعا نظرة غير منضبطة. المفروض في نظرة للمجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة نظرة المنهج الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حقوق، وليس لهم إن احنا ننظر لهم بالعطف والإحسان وبهذا النوع، لكن المفروض إن احنا ننظر عليهم إن لهم حقوق زي ما لهم حقوق نوفرها لهم، لنوفرهم للأشخاص ذوي الإعاقة، هيترتب على إنهم يبقى عندهم القدرة على الإنتاج والعمل وخدمة المجتمع زي الزراعة. طب كيف ترى معاملة الحكومة لذوي الإعاقة؟ الدولة دور الدولة أكيد فيه لسه نفس الحكاية، طالما احنا بننظر للمنظور الخيري أو النظرة بالإحساس، نفس الشيء المنظور نفس الشيء نفس الموجود في الدولة، ولكن بداية من 25 يناير نقول من أول 2007 بدأت الدولة المصرية في اعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ده ظهر في 2007 لما قامت الدولة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2008 قامت بالتصديق عليها. بعد 25 يناير وصار 30 يوم بالأخص بدأ في 2012 أول حاجة تأسيس مجلس قومي لشؤون الإعاقة، وفي مجلس الإعاقة ومجلس قومي لحقوق الإنسان، ودلوقتي بدأت 10 نصوص بالدستور تتعرض لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دي تتمثل طفرة في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن مش معنى إن احنا في اعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة احنا محتاجين ننتقل من الاعتراف لحماية هذه الحقوق وإعمالها. احنا دلوقتي خدنا الخطوة الأولى في الاعتراف بحقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع، عايزين ننتقل بعد كده لحماية هذه الحقوق ونسمى هذه بقى الخطوات اللي ان شاء الله بنأمل الدولة في الفترة المقبلة تعمل عليها، وخصوصا يبقى على رأسها ان شاء الله يعني اصدار قانون لحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. طب اكيد في مشوار حضرتك الطويل قابلتك ازمات وصعوبات، يعني ايه ابرز هذه الازمات وكيف تغلبت عليها؟ طبعا اكبر مشكله بالنسبه لنا الانتقال او الحركه وما الى ذلك. انا طبعا الدور الرئيسي كده اهم حاجه دور الاسره، طالما في اسرتك واقفه معاك وساندك ده دور اساسي جدا ان انت تقدر تتغلب على الازمات. ده عشان كده مثلا تلاقي في الريف في مثلا عدم علم او وعي القدره مثلا الماديه او القدره او العلميه والثقافيه بحق الاشخاص ذوي الاعاقه، فتجد ان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في الريف ضعيفه شويه اكتر من اللي في المدن او في القرى. شكرا.